ويا صلاة النبي. ازيكم يا بنات، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، ويا رب يجعل ايامكم كلها خير وبركه، وقولوا امين يا رب العالمين. اللهم يا مغير الحال والاحوال غير حالنا لاحسن وافضل حال. عايزه اقول لكم النهارده هنعمل كفته الحاتي بطريقه حلوه جدا جدا، بمكون بسيط جدا هنشتري من بره، بس عايزه اقول لكم ده اللي هيظبط الطعم مليون في المية، هتبقى احسن من بره بكتير جدا جدا. مكونين في البيت هنخليها متماسكه وجوسي جدا جدا بالطريقه الجامده دي. كل اللي انا طالباه منكم يا بنات، حطوا لي لايك للفيديو وكملوا الفيديو للاخر، عشان هقول لكم على كل اسرار وتكات الكفته عشان تبقى معاكم جميله بطعم وريحه وقوام حلو جدا. نيجي بقى لتجهيزات الكفته انا محتاجه على نص كيلو لحمه مفرومه، بصلايه يعني كبيره كده، يعني ممكن تقولي في حدود ربع كيلو من البصل. انا هبشر البصل كويس جدا وهعصره. انا للاسف ما عنديش بصل كبير، فانا خدت شويه كده صغيرين، وبصراحه انا كنت بنقي اصغر حاجه لان الكبه هتفرم، فالفرم هيبقى سهل بالنسبه لي. انما هيبقى مثلا بعمل بصلايه للمحشي، بعمل مثلا لباميه لاي حاجه، فانا هلاقي بصل صغنن صغنن فهيتعبني في التقطيع. انما انا كده كده هستعمل الكبه، فافرم بصل بقى براحتي. تمام، جبت البصل بتاعي وهبدا اقشره واغسله كويس جدا تحت الميه، وهاجي وهقطعه واحطه في الكبه بتاعتي يتفرم. هفرمه فرم ناعم جدا جدا جدا، مش عندك الكبه دي تفرميه بايدك. المهم انا عايزه تفلي البصل. هفرم البصل كويس جدا وبعدين هصفيه من الميه بتاعته خالص خالص خالص، يعني نجيب الشاشه وهصفيه. الشاشه دي بتصفيه كويس جدا. لو انت تعملي كفته في الفحم او على الفحم لازم تعصري الميه بتاعته دي جامد جدا، وهتعصريها افضل حل بالقماشه مش بايديكي. تمام، علشان تاخدي نتيجه حلوه جدا، وعشان برضو اللحمه ما تفكش منك على السيخ. تمام، فهعصر البصل بتاعي بالطريقه الجامده دي، وبعدين هاخده بقى على الكب على طول. ميه البصل دي انا هاخدها تحطيها في التلاجة، تحطيها عندك على الرخامه، ما بيجرالهاش اي حاجه، علشان احنا برضو هنحتاجها معانا. ميه البصل دي يا بنات اوعوا ترموها، حلوه جدا جدا، هنحتاجها برضو في البرجر، في الكفته، في تتبيله برضو بعد كده هنحتاجها في حاجات كتير. الكفته انا عندي اللحمه دي لحمه حمرا صافي، فانا هحتاج ليها في حدود 25% من الدهن. دي كان عندي دهنه واخدتها بشرتها كويس جدا جدا، يعني زي قطعه كبيره كده، بشرتها وبقت حلوه كده معايا. افضل حاجه في الدهنه تتبشر وهي متلجه، هتلاقيها اتبشرت معاكي بكل سهوله. وهي اول ما تبشري حطيها على طول على المكونات بتاعتك او الوصفه بتاعتك، عشان ما تسحش بقى وتلزق والكلام ده كله. هحتاج عودين من البقدونس، لو انت عندك اللحمه بتاعتك مفرومه فانت هتفرموهم ناعم كويس جدا جدا، عايزاهم ناعم اكتر. المخرطه بتاعت الملوخيه هتفرمهم معاكي حلو جدا. بالنسبه لي حطيت البقدونس زي ما هو، لان انا كده كده لسه هفرم لحمه ولسه هفرم حاجات كتير اصلا في الكبه. تمام، انت لو مش عندك كبه وجايبه اللحمه المفرومه، فانت هتجيب كل حاجتك مفرومه والبقدونس تفرمي ناعم، وتدعكي بقى هتعجني كانك بتعجني عجينه بس. تمام، فص واحد من الثوم، بيديها طعم حلو جدا جدا، فص واحد بس مش اكتر ولا اقل. معلقتين كبار من النشا، عشان مثلا لو فيها اي سوائل ولا اي حاجه النشا يشدها وخليها ماسكه متماسكه معايا. معلقه بس صغيره مليانه من البيكنج باودر، بضايه. توابل الكفته دي يا بنات من الحاجات الجميله جدا جدا جدا. عايزه اقول لكم هي اساسا المقادير او الطريقه اللي موجوده على الورقه، بنجيب اللحمه المفرومه ونجيب التوابل دي بس وخلاص، بس بتديكي نتيجه حلوه جدا جدا. احنا عشان نكتر الكميه شويه حطينا ليا مش عارفه، حطينا برضو بصل وحطينا حاجات عشان تكتر في الكميه. بس عايزه اقول لكم يا بنات حرفيا والله العظيم تحفه. هو ممكن الكيس ب9 جنيه، بس بيودي طعم الكفته في حته تانية خالص خالص. حطيت رشه فلفل اسود ورشه قرفه بس كده، مش هحط عليه حاجات تاني. هقلب كله في بعضه. مش عندك الكبه ديت اللحمه المفرومه بتاعتك وكل مفروم، افضلي اعجني في العجينه او في اللحمه ديت لمده ربع ساعه، ما تقليش عن ربع ساعه. عايزه تكتري كتري لعند ما احس ان اللحمه عملت زي فتل او خيوط كده على صوابعي، يبقى هي كده بقت تمام. مش على صوابعي يعني بتلف، لا تمسكي ايدك كده وتبصي في ايدك هتلاقي عملت خيوط، يبقى كده اللحمه بتاعتك حلوه جدا ومش هتفك منك ابدا ابدا. عايزه اقول لكم ان الخلطه بتاعت الكفته دي حسيت ان فيها زي حاجات خضرة كده، زي بقدونس باودر او اي حاجه كده. المهم انا بعد ما ضربت اللحمه بتاعتي وكله امتزج في بعضه، هحطها في طبق والفها كويس جدا واحطها في التلاجة بقى ساعتين. هتعملي الكفته تسيبها لتاني يوم براحتك في التلاجة عادي، ممكن تبات عادي. مش هتعمليها بقى او هتعينيها في الفريزر، في الحاله دي هتصبعيها وتعينيها في الفريزر. تمام، بس انا هعملها تاني يوم او في نفس اليوم، فانا هاخدها واحطها في التلاجة بقى استعملها على طول. نيجي بقى للكفته بتاعتنا بعد ما حطيتها في التلاجة ساعتين 3 ليله كامله براحتك. هنجيب الميه البصل بتاعتنا وهنصبع بيها برضو، علشان التصبيع دي بالميه البصل بتديها شكل ناعم خالص وما تشقاش منك ولا اي حاجه.
حابه تحطي لها معلقه صلصه صغيره او رشه ملح ورشه فلفل اسود، بتخلي الكفته لونها ورديه وجميله جدا جدا. حابه تسيبها زي ما كده زي ما هي كده خلاص عادي. عايزه اقول لكم انا ما رضيتش احط عليها اي حاجه، لان الكفته اللي بنشتريها من بره بتبقى فاتحه برده كده، مش بتبقى لونها ورديه ولا الكلام ده كله، لا بتبقى بيضه كده. فانا قلت لا انا هكتفي بها كده وخلاص. وهصبحها، دهنت الصينيه زيت وبقدر احطها في الفرن. وهكون قبل ما ادخلها الفرن هسخن الفرن لمده 10 دقائق على درجه حراره عاليه جدا، وبعدين هدخلها الفرن في الرف اللي وسطاني على درجه حراره عاليه. هنخلي بالنا علشان الصاج ده نوعه خفيف، مش زي الصاجين الالومنيا او الصواني الالومنيا. الصينيه الالومنيا بتستحمل الحراره شويه، انما ده خفيف شويه، فهتلاقيه بيسوي معاكي بسرعه او هيتلسع منك من تحت. فنخلي بالنا كويس جدا جدا. حطها في النص على درجه حراره عاليه، وبعدين لو حبيت افتح عليها الشوايه هفتح، مش حبيتي خلاص. بصراحه انا ما حبيتش افتح عليها الشوايه كتير، او يا دوبك هي حاجه بسيطه بس كده تتشكشك من الوش علشان ما تنشفش معايا. انا عايزاها برضو تفطر طريه، هي لمده تلت ساعه او ربع ساعه، يعني تلت ساعه بالكتير جدا، ربع ساعه حلو لان اللحمه المفرومه بتستوي بسرعه. وبعدين هطفي عليها تمام. مش هسويها كتير علشان ما تشدش مني وتبقى ناشفه مني، وبرضو ادخلها الفرن على درجه حراره عاليه وسخنه قبل كده علشان برضو ما تنزلش الميه منها، لا تدخل في الفرن تاخد صدمه وتستوي بسرعه وخلاص. هطلعها بقى من الفرن وهكون مسخنه فحمايه. لو انت حباها على الفحم، مش حابه على الفحم خلاص هحط فحمايه وبعدين هغطيها بالفحمايه وخلاص. واحنا عارفين طبعا طريقه الفحمايه. حابه تحطي بقدونس زي ما التقديم بره، زي ما الناس بتقدم بره، هتحطي شويه بقدونس من تحت وخلاص. عايزه اقول لك يا بنات حلوه جدا جدا، وريحتها وطعمها تحفه، يعني بصراحه ما تتخيرش عن اللي بره في اي حاجه. طبعا دي الصينيه اللي احنا حطينا فيها او اختبرنا فيها طعم الكفته بتاعتنا. طبعا هي بتكون منزله بقى شويه دهنه منها او الطعم بتاعها. انا الاول خالص قبل ما اصبع الكفته انا باخد صباع كفته صغننه او حته لحمه مفرومه صغننه واسويها في الطاسه ديت علشان اعرف الملح بتاعها مظبوط ولا لا. لو محتاجه ملح بزود ملح. هي كده تمام خلاص، ببدا اصبع فيها او اشتغلها او كنت احطها في التلاجة على طول. انا عشان انا عندي الصينيه ما كانش فيها ايدام من الكفته، كانت نشفت، فانا اخدت من الطاسه ديت. عايزه اقول لكم المحلات الكبيره او المحلات نفسها اول ما الكفته بتاعتها تخلص وتيجي تقدموها بياخدوا من الصوص بتاعها ويدونوا بيها وش الكفته، بتديها لمعه وطعم حلو جدا جدا يا بنات. عايزه اقول لكم متماسكه جدا، يعني لو كنا عملناها على اسيخ على الفحم هتبقى جميله معايا، غير ان طعمها وريحتها زي بتاعت بره بالظبط. لو انت مش حابه تعملي الفحم خلاص عادي جدا ممكن تستغنى عنه، بجد جميله. تقدري تقدميها مع عيش بلدي وسلطه وشويه طحينه وجميله وفل الفل. بالنسبه لي كده خلصت فيديو النهارده، يا رب فيديو النهارده يكون عجبكم. هستنى طبعا رايكم في الكومنتات، وادخلوا على القناه وشوفوا الفيديوهات اللي فيها ان شاء الله تعجبكم جدا جدا جدا. ما تنسوش تحطوا لي لايك للفيديو وتشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس وتختاروا عشان يوصلك كل جديد. اشوفكم في الفيديو الجديد ان شاء الله على الف خير، مع الف سلامه.